السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بنجور يا كيوتات، بدنا ندعي لإخواننا بغزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مقتدر يا رب العالمين. اليوم بدنا نعمل المسقعة. بدنا نعمل مسقعة بالبشاميل. أوكي، مسقعة بالبشاميل. أول شي قلينا البتنجان والفلفل، فلفل عادي. أوكي، وبعد كده خليناهم على جنب. هون عصجنا اللحمة، بصلة وسنة تومة ولحمة وفلفل حار هيك وبهارات صارت جاهزة معنا. كمان عملنا البشاميل، عملته معاكم كتير. معلقتين زبدة، 4 معالق طحين، لتر حليب وكريمة وشوية قشطة. بتخدم البشاميل بيطلع معاكي كتير طيب. أوكي، هون طبقنا، حطينا طبقة بتنجان والفلفل واللحمة وطبقة بتنجان وطبقة بشاميل، حطيناها بالفرن نص ساعة. بعدين هون ضفنا موتزاريلا على الوجه. اوكي، رجعناها كمان 5 دقايق وهيك صارت جاهزة معنا بهذا الشكل. بتشهي عن جد، بتشهي. جربوها يا بنات، هاي حصريا طريقة روبي. يعني أنا صار لي طول عمري بعمل المسقعة بالبشاميل بهذا الشكل، بتشاهي. بتمنى تكون الوصفة عجبتكم. اعملوا لايك والشير مشان يوصل للغير. كنتم مع روبي محمد. جربوها يا بنات، لازم تجربوها. اشتقت لكم كتير. صار لي كتير غايبة عنكم. التهيت شوي وانشغلت هيك، كان تخرج أميراتي والتهيت فيهم، وهيك طلعنا طلعة حلوة كتير. فأجواء هيك هصور لكم، هنزل لكم الفيديو. شايفين هيك. يعني تأخرت عليكم شوي الفترة اللي فاتت والتهيت، بس نزلت لكم هيك أشياء حرشة، وصفات حرشة وجديدة وكتير طيبة. هاي المسقعة بالبشاميل طيبة جدا. يعني أنا 25 سنة بسويها بهاي الطريقة. أوكي، بتشاهي. جربوها، لازم تجربوها. فيك تاكلها سخنة باردة، بخبز بالشوكة هيك، كيفك. يعني هي عن جد ممكن تحس بيها مع المقبلات. إذا عندك عزيمة تحطها طبعا على السفرة من المقبلات. ممكن تعمليها وجبة كمان، بتمشي معاكي كل شي. لازم تجربوها، بتشاهي. شايفين؟ يمي. يلا، كنتم مع روبي محمد. باي.